بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في مسائل تتعلق بنذر الاعتكاف، وقدمنا أن الاعتكاف سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه بقوله وفعله، وبينا الأحاديث الصحيحة الواردة عنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وينبني على ذلك أن يفصل في بعض الأحكام المتعلقة بالنذر. فالنذر بين المصنف رحمه الله أن من نذر الاعتكاف إما أن يعين مسجدا وإما أن يطلق، وهذا مفهوم عبارته، لأن عبارته رحمه الله فيها منطوق وفيها مفهوم. فإذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد معين فقال لله علي أن أعتكف في مسجد كذا، فهذا تعيين لمكان الاعتكاف. وحينئذ إذا كان في غير المساجد الثلاثة للعلماء فيه قولان. قال بعض أهل العلم رحمهم الله إن من قال لله علي أن أعتكف يوما أو ليلة أو أسبوعا في مسجد قباء مثلا، أو مسجد بلدتي، أو مسجد بني فلان، فخصص وعين أنه يلزمه ذلك المعين. وأكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه إذا عين لا يلزمه التعيين، وأن الاعتكاف محله المسجد سواء عين أو لم يعين، فله أن يفعله في ذلك المسجد المعين وله أن يفعله في غيره. وقد أطلق الله عز وجل الاعتكاف في المساجد فقال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا القول أنه لا يتعين الاعتكاف في المكان بالتعيين أقوى وأرجح، أي أنه إذا قال لله علي أن أعتكف في مسجد حي فإننا لا نلزمه بذلك المسجد المعين. المسألة الثانية أن هذا الاعتكاف إذا عينه في المساجد الثلاثة فإما أن يعين أفضلها أو يعين ما دونه. فإذا عين أفضلها وهو المسجد الحرام فإنه لا يجزيه إلا أن يعتكف في المسجد الحرام. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لا يقومان مقام المسجد الحرام إذا عينه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين وذكر له أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، قال له عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه
أو غيره من المساجد لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلف وأن يفي بمكة، لأنه كان بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أصل في أن تعيين المسجد الحرام يلزم الناذر بما التزم به، فلا يجزيه غيره من المساجد. وقد جعل الله في المسجد الحرام فضائل لم يجعلها في غيره، فالصلاة فيه ب100,000 صلاة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المضاعفة أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، وأن الصلاة في مسجده ب1,000، وأن الصلاة في مسجد الأقصى في المسجد الأقصى ب500. فهذه درجات المساجد الثلاثة. فإذا عين المسجد الحرام ألزمناه بالأفضل، لأن غيره لا يقوم مقامه. ففي المسجد الحرام هذه الفضيلة، وهي فضيلة مضاعفة الصلاة ب100,000. وثانيا أن في المسجد الحرام عبادة لا تكون في غيره، وهي الطواف بالبيت، لأن الله لم يشرع طوافا غير هذا الطواف المشروع، وهو الطواف بالبيت. وهذه العبادة لا توجد في غير المسجد الحرام، فهذه الفضائل لا يقوم غير المسجد الحرام مقامه، لأنه لا توجد فيه هذه الفضائل. ومن هنا لا يجزي الأدنى عن الأعلى. وأما إذا عين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يجزيه أن يفي بنذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، فهو مخير بين ما عينه وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما هو أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجد الكعبة. فإن شاء أوفى بنذره هنا أو أوفى بنذره هناك. وأما إذا نذر في المسجد الحرام أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه حينئذ يجزيه أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، لأن فضيلته مندرجة تحت فضيلة المسجدين. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وأنه نذر أن يعتكف بالمسجد الأقصى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجده، فأبى الرجل وأعاد السؤال ثانية، فقال له أمره أن يعتكف في مسجده فأن يصلي في مسجده، فأبى، ثم أعاد ثانية فأبى، ثم أعاد ثالثة فقال شأنك، لما أبى قال شأنك. لكن الحديث يدل، وهو حديث رواه أبو داود وأحمد وحسن إسناده غير واحد من العلماء والأئمة، منهم من صححه صحيحا لغيره. فهذا الحديث يدل على أن من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أنه يجزيه أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه، أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي فيه. وهكذا نذر الصلاة، لو قال لله علي أن أصلي في المسجد 100 ركعة، سواء كان نذرا معلقا أو نذرا مطلقا، فنذر هذا النذر. إذا نذر الصلاة في مسجد فإننا ننظر في هذا النذر. إذا عين مسجدا من أجل الصلاة فيه فيجري فيه الخلاف كالخلاف في الاعتكاف، لكن على القول بأنه يتعين في المسجد فإنه ينبغي أن ينظر في هذا المسجد هل هو على مسافة القصر أو دونه. فإن كان على مسافة القصر وقلنا إنه يتعين بالتعيين فإنه حينئذ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد، فمنع من شد الرحال إلى غير المساجد 3.
وهذا على العموم يقوي قول من يقول إن نذر الصلاة في المسجد يشمل سائر المساجد، وأنه لا يتعين بالتعيين، وهو الأرجح كما ذكرنا. فالمصنف رحمه الله قال: ومن نذره، الضمير في نذره عائد إلى الاعتكاف، أي نذر الاعتكاف، أو الصلاة أي نذر الصلاة في مسجد، هذا الظرف. والنذر في الاعتكاف يكون مقيدا بمكان أو مقيدا بصفة زمانية، كأن يقول 10 أيام، 10 الأواخر من رمضان، 5 الأول من 10 الأواخر، 5 الأخيرة من رمضان، وهكذا. فإما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فإذا نذر سواء الاعتكاف أو الصلاة، لما قال أو الصلاة هذه من المظان، عادة العلماء أن يذكروا بعض المسائل تبعا لمسائل الباب، فالباب عندنا في الاعتكاف، لكنه ذكر نذر الصلاة تبعا لنذر الاعتكاف، لأن من يعتكف جل التقرب والقرب وأساسها الصلاة، لأن المراد إحياء 10 الأواخر، إحياء ليالي 10 الأواخر بالصلاة والقيام، ولذلك طلبا لفضيلة قيام ليلة القدر. فهذا بالنسبة لي أفضل الاعتكاف وأكمله، هو الاعتكاف الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وقد بينا هذه المسألة فيما مضى في أول باب الاعتكاف. فبين المصنف رحمه الله حكم أن نذر الاعتكاف ونذر الصلاة، وهذا ينبني عليه أصل عام، أن نذر الاعتكاف يلزم الوفاء به، والدليل على ذلك أن الاعتكاف طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام، فمسجد في مسجد غير الثلاثة، في الثلاثة للعهد الذهني، والمراد بها 3 مخصوصة، وهي التي ذكرناها: المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الكعبة. فهذا من العهد الذهني غير الثلاثة. نعم. وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة. وأفضلها الحرام من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. الحرام المسجد الحرام. نعم. فمسجد المدينة. فمسجد المدينة، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمدينة إذا أطلقت وقصد بها العهد، إذا كانت في المدينة للعهد، فالمراد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمها في القرآن واسمها في السنة. والبعض يقول المنورة، وبعضهم يقول النبوية. يقول: ما أقول المنورة، أقول النبوية. النبوية ابن أخت خالة المنورة، لأن النبوة نور. ما الذي جعلك تقول هذه وتترك هذه؟ كلها واحد. هو ورد عن أنس أن المدينة استنارت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وأنها أظلمت بوفاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن الإيمان يأرز إليها. فالوصف بهذا ليس إنما هو مصطلح، ولا شك أنها دار الإيمان ومأرز الإيمان، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأشرنا إلى بس فقط إذا كان الإنسان يهرب من المنورة إلى النبوية فكلاهما واحد، ما في فرق، سواء هذه أو هذه، ابن أخت خالتها. لكن الأفضل الحقيقة أن يقتصر على اسمها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف أنه ليس هناك، إذا أطلقت المدينة فالمراد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لها وتكريما. نعم. فالأقصى أصله وصف بذلك لأنه أبعد هذه المساجد، والمراد به البعد، الوصف بذلك لمكان البعد. نعم. لم يلزمه فيه،
أي أنه إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فإنه لم يلزمه الاعتكاف في ذلك المسجد الذي عينه. وهذه مثل ما ذكرنا مسألة هل يتعين الاعتكاف في المكان بالتعيين أو لا يتعين، وقلنا أن الراجح أنه لا يتعين، لكن في الثلاثة يفصل. نعم. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وإن عين الأفضل كما ذكرنا لم يجز فيما دونه، وهذا يشمل صورتين: أن يعين المسجد الحرام فلا يجوز في المسجدين الباقيين، أو يعين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز في الأقصى ويجوز في المسجد الحرام. فهذا بالنسبة لتعيينه للأفضل. الأفضل إما مسجد الكعبة وهو مسجد مكة شرفها الله، وإما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأفضل. أفعل التفضيل هنا أفضل لأن المضاعفة فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسجد الحرام ب100,000، وأن مسجده عليه الصلاة والسلام ب1000 صلاة، فهذا يدل على أن الاثنين أفضل من مسجد الأقصى. نعم. وعكسه بعكسه. وعكسه بعكسه أنه إذا نوى المفضول جاز أن يفعله في الأفضل، في الفاضل والأفضل، ولا بأس عليه في ذلك ولا حرج. فإذا نذر المفضول كأن ينذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، فإنه يجوز له أن يفي بنذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الكعبة. إذا سئلت عن الدليل تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يعتكف في مسجده، فعندنا حكم، وهو أنه إذا نذر الأقصى جاز له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاز له أن يصلي في مسجد الكعبة. أما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث نص على ذلك وقال صل هنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أن يصلي في مسجد المدينة وهو أفضل من المسجد الأقصى، فإنه من باب أولى أن يجوز له أن يصلي ويفي بنذره بالصلاة في مسجد الكعبة لأنه يفضلهما. فإذا الحديث دل على جواز الوفاء بالنذر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة، وهذا معنى ما أراده المصنف رحمه الله، أن عكسه بعكسه، أي عكسه أي يجوز أن يفي في الأفضل إذا نذر الاعتكاف في المفضول، والأصل أنه لا يجوز أن يصلي في المفضول إذا نذر الاعتكاف في الأفضل. نعم. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. ومن نذر زمانا معينا، هذا من تقييد نذر الاعتكاف بالزمان، يقيد بزمان معين ويقول لله علي أن أعتكف يوما أو أعتكف ليلة. فإذا نص على الاعتكاف بهذه الصفة فإننا ننظر إلى ما يصدق عليه اليوم وتصدق عليه الليلة. فإذا نذر اعتكاف الليلة تبدأ بغروب الشمس، وبناء على ذلك حتى يكون اعتكافه تاما كاملا لابد أن يكون قبل غروب الشمس بلحظة قد دخل المسجد. فإذا دخل قبل الغروب بلحظة فإنه حينئذ يكون قد استتم بداية الواجب عليه أن يعتكف ليلة كاملة، والليلة تمامها وكمالها إنما يكون بمغيب شمس اليوم السابق، وعلى هذا فلا بد من دخوله قبل غروب الشمس ولو بلحظة. فإذا دخل قبل غروب الشمس دائما
استتمام الواجبات يكون في أخذ جزء يسير مما قبل الواجب، ولذلك قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكان عبد الله بن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت 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 أصبحت، أي كدت أن تصبح، من باب الإغراء على المبادرة بالأذان قبل أن يصبح حقيقة، مثل ما تقول للشخص: سقطت، هلكت. وهذا يأتي في الأشياء الخطيرة، لأن هذا متعلق بركن من أركان الإسلام وهو الصوم، فلا بد أن يمسك جزءا يسيرا. فهذا الجزء اليسير أن يقع أول أذانه على ما يسبق التبين باليسير، وهذا اليسير هو الذي من أجله قال: والإناء في فم أحدكم فلا يبنه حتى يصيب منه نهمته. فهذا الجزء اليسير إذا كان المؤذن مشى على الأصل الشرعي، فإن عندنا جزء يسير ممسك من الليل حتى يكون الصوم تاما للنهار والنهار كاملا. وعليه فهذا الجزء اليسير لو أنه كان الإناء في فمه، السنة ألا يتنفس في الإناء، فمعنى ذلك أنه لا يصل إلى درجة أخذ النفس، وأن يجلس ما شاء الله يعب فيه. فهذا لأنك أنت تتكلم على حكم شرعي تضبطه بالضوابط المسنونة الواردة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء كما في الصحيحين، فالتنفس الإناء ما هو وارد، فمعنى ذلك أنه لما يكون الإناء في فمه وهو عند بداية التبين، فإنه إذا أذن المؤذن قبل التبين بيسير يمكنه إذا أبانه من فمه أن يكون قد أصاب السنة من تمام الصوم. وعليه فلا يمكن أن تمسك اليوم تاما كاملا إلا إذا كانت أجزاؤه الزمانية قد استوعبت بالعبادة، وأجزاؤه الزمانية حتى تستوعب بعبادة الصوم لا بد أن يسبق الأذان التبين بشيء يسير. وهذا هو الذي قلنا أنه كان ينبه على ذلك بقوله: أصبحت أصبحت. ثم إذا جئنا إلى مسألتنا، فمعناه أننا إذا قلنا إنه سيعتكف ليلة أو نذر اعتكاف ليلة، فإنه ينبغي أن يدخل قبل غروب شمس اليوم الذي قبلها ولو بلحظة. ولذلك إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو أراد السنة في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تامة كاملة، فإنه يدخل المسجد قبل غروب شمس يوم 20، وذلك ولو بلحظة حتى يستتم اعتكاف العشر الأواخر وتكون كاملة على الوجه المعتبر. هذا بالنسبة لنذره اعتكاف ليلة. نعم. وخرج بعد آخره. أعد. ومن نذر زمانا معينا. ومن نذر زمانا معينا، الزمان هذا يكون بالليلة، جزء اليوم، الليلة والنهار. النهار إذا قلنا إن النهار يبدأ بطلوع الفجر فنفس المسألة، وسينبه المصنف رحمه الله عليها. وهكذا بالنسبة لأجزاء النهار، لو قال: لله علي أن أعتكف الساعة 5، وقلنا يجوز الاعتكاف أقل من اليوم والليلة، فإنه إذا قال: لله علي أن أعتكف الساعة 5، فمعنى ذلك أنه قبل 5 بساعة تامة كاملة، يعني يبدأ اعتكافه قبل دخول الساعة 5 ولو بلحظة يسيرة حتى يستتم الساعة. فهذا يقع في اليوم، ويقع في الليلة، ويقع في النهار، ويقع في أجزاء الليل والنهار وهو الساعات. فإذا حدد جزءا من الزمان فإنه لا بد أن يستتمه كاملا. ولو قال: لله علي أن أعتكف الخميس أو الجمعة أو السبت أو الأحد، فنفس الحكم، أنه يبدأ قبل بداية اليوم بلحظة فيدخل المسجد حتى يستتم الزمان الذي نذر أن يعتكف فيه. نعم. دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. دخل معتكفه. المعتكف في الحقيقة يطلق بمعنيين: إما أن يقال المعتكف هو المسجد،
وإما أن يقال مكانه من المسجد، موضعه من المسجد، وهذا وقع في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معتكفه مسجده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا حدد من المسجد مكانا ضربت فيه قبته عليه الصلاة والسلام، فكان يعتكف فيها داخل القبة حتى يكون أفرغ للقلب وأخشع وأكثر حضورا وأكمل في العبادة. فهذا من باب تعاطي الأسباب لتمام العبادة وكمالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل معتكف أي المسجد، ودخل معتكفه أي القبة التي ضربت له. فما ورد من الأحاديث أنه دخل عليه الصلاة والسلام الفجر، فالمراد القبة، دخل القبة التركية التي ضربت له في مسجده عليه الصلاة والسلام. وأما هو عليه الصلاة والسلام فقد اعتكف 10 تامة كاملة، ولذلك لما جاءه جبريل في قبل دخول 10 الأواخر، وكان قد اعتكف صلوات الله وسلامه عليه 10 الوسطى كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الذي تطلبه أمامك. أمر الصحابة أن يبقوا حتى يتموا اعتكاف 10 الأواخر من رمضان. فإذا دخول المسجد يكون قبل غروب شمس آخر يوم من 10 الوسطى، وهو يوم 20 إذا أراد 10 الأواخر، فيدخل قبل غروب شمس يوم 20 ولو بلحظة. وإذا حل نذر وقال لله علي أن أعتكف 10 الأواخر هذه السنة، فيجب عليه الدخول قبل غروب الشمس، شمس يوم 20. لماذا؟ لأنه لا يكون مستتما لهذا القدر الذي عينه في اعتكافه إلا إذا أمسك جزءا يسيرا، فوقعت العبادة تامة كاملة مستوفية لأجزاء الزمان الذي عينه وحدده. نعم. دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. قبل ليلته الأولى، الليلة الأولى في 10 الأواخر ليلة 21. فإذا قلنا يدخل قبلها فمعناه ليلة 21 تبدأ بمغيب شمس يوم 20. إذا غابت شمس يوم 20 تبدأ ليلة 21 وهي أول 10، فيدخل قبل مغيب شمس يوم 20 كما ذكرنا. نعم. وخرج بعد آخره، آخر اليوم مغيب الشمس، فآخر 10 الأواخر مغيب شمس يوم 30. هذا إذا كان الشهر تاما كاملا. فإذا أراد أن يفي بنذره من اعتكاف 10 الأواخر تامة كاملة، يدخل قبل مغيب شمس يوم 20 ويخرج بعد مغيب شمس يوم 30. هذا إذا كان الشهر تاما كاملا. أما لو أنه لم يعلم أن الشهر ناقص، فإنه في هذه إلا بعد، لأنه يحتاج وقت، لأنه يحتاج إلى الرؤية وثبوت الرؤية، فما يعلم إلا يمكن العشاء أو بعد العشاء. فإذا جاء الخبر أذان العشاء فحينئذ جاز له الخروج. إذا جاء الخبر بعد العشاء جاز له الخروج وقت علمه بأن هلال الفطر قد ثبت وأن رمضان قد كمل، فإنه حينئذ يكون قد استتم، قد أصاب السنة من اعتكاف آخر شهر رمضان. هذا بالنسبة لآخر الزمان المحدد. فكما أنه ما يلزمه، يعني في هذه الحالة لا يلزم أن يتحرى. لو جاءه الخبر من الغير وأخبره ثقة وقال له أنه ثبتت الرؤيا خرج. متى ما وصله الخبر ممن يثق به فإنه حينئذ يعمل بقوله. نعم. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. بعد أن بين لنا رحمه الله المسائل المتعلقة بمقدمات الاعتكاف وأحكام النذر، نذر الاعتكاف وما يتصل به من نذر الصلاة، شرع في بيان ما يتعلق بصفة الاعتكاف الشرعية. الاعتكاف عبادة، وهذه العبادة
ما من مسلم يؤديها على أتم الوجوه وأكملها إلا فاز بما جعل الله فيها من الخير والبركة. فكل عبادة شرعها الله في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام جعل الله فيها من الفضائل والنوائل وخير الدين والدنيا والآخرة ما الله به عليم. وكم يعيش الإنسان المسلم من سعادة الدنيا بتوفيق الله ثم بأداء هذه العبادات. فالعبادات فيها خير عظيم، وهي القرب التي يتقرب بها الإنسان العبد الصالح لربه ويزدلف بها إليه. فإذا أدى هذه العبادة على وفق الوارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلص في ذلك لوجه الله، فإن جميع ما يترتب على هذه العبادة من خير الدين والدنيا والآخرة فإن الله يجمعه له وقد يزيده الله من فضله. فهذه العبادة عبادة عظيمة، عبادة الاعتكاف، لأننا كما قلنا إن الإنسان يترك شغله ومشاغله ويترك الدنيا ويترك أهله وولده من أجل أن يتفرغ لربه ومن أجل أن يقبل على ربه. هذا أمر ليس بالهين، لأن الشيء يشرف بشرف المقصود فيه. المقصود فيه هنا مرضاة الله وطلب الدرجات العلى في التقرب إليه بالأقوال والأعمال الصالحة. ولذلك تجد من أقام لهذه العبادة حقها وحقوقها وأداها على أتم وجهها فإنه يختلف اختلافا كثيرا عمن دخل في معتكفه وخرج فحاله لم يختلف، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد أدركت أقواما إذا دخلوا الاعتكاف كانوا أقرب ما يكونون إلى الله سبحانه وتعالى، فيظهر عليهم الخشوع في سمتهم ودلهم وأقوالهم وأفعالهم من الجد والاجتهاد في إحياء الليل وتلاوة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار وغير ذلك من القرب. فترى أثر الاعتكاف عليهم واضحا، لأنهم يؤدون هذه العبادة على وفق الوارد. والمطلوب منك أمران، أحدهما في باطنك والثاني في ظاهرك. فأنت تتقرب إلى الله باتباع الشرع بباطنك وتتقرب إلى الله بظاهرك. فأما الباطن فيشتمل على توحيد الله وإفراده بالعبادة والإخلاص له سبحانه وتعالى، وهو الأصل الذي من أجله خلق الله الخلق. ومن توحيد الله أن العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى معظما لشأنه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فتجد العبد الموحد كامل التوحيد لله عز وجل لما يدخل للمعتكف ما يلتفت إلى كلام الناس ولا إلى لهو الناس ولا إلى الأصحاب ولا إلى الأحباب، لأن في الله شغل عن غيره. كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أسعد الناس في الدنيا من اشتغل بالله عن نفسه. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته فإنه يعبده على أتم الوجوه. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله كان أخشاهم وأتقاهم لله عز وجل، وكانت عبادته على أتم وأجمل وأكمل. فيصلي الصلاة ويقرأ المقرأ الطويل في قيامه لليل حتى تورمت قدماه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ما اشتكى مللا ولا سآمة. فهذا كله من أداء العبادة وفق الوارد، لأن الله قال له: وإذا فرغت فانصب. فينصب العبد قلبه وقالبه لله عز وجل في هذه العبادة. فإذا دخل إلى الاعتكاف لا بد أن يتقيد بهدي الشرع في الاعتكاف. أولا يطلب منه أن لا يخرج من معتكفه وهو المسجد. ومسألة الخروج مسألة مهمة، ولذلك أي خروج من المعتكف عن المسجد لا عذر له فيه شرعا يوجب الحكم ببطلان اعتكافه، لأن الأصل في الاعتكاف لزوم المسجد. ولذلك قال الله في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقال: وأنتم عاكفون في المساجد، جملة حالية. وأنتم عاكفون في المساجد تستدل بها فتقول: الاعتكاف إن قلنا إنه حبس
الشيء على الشيء فإنه طلب من الإنسان أن يحبس نفسه في المسجد وأن لا يخرج منه. وإن قلنا ملازمة الشيء وعدم تركه فقد طلب منه ملازمة المسجد وعدم الخروج منه إلا من حاجة وضرورة. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدني إلي رأسه، وفي بعض الروايات ليصغي إلي برأسه فأرجله وأنا حائض وهو معتكف في المسجد، وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. فقال وكان لا يدخل، قالت رضي الله عنه وكان لا يدخل بيته، معناه أنه لزم المسجد صلوات الله وسلامه ولم يخرج منه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالأصل الذي اتفق عليه العلماء أن الاعتكاف تقوم حقيقته على لزوم مكان مخصوص وهو المسجد. فإذا كان هذا هو الأصل فإنه ترد المسائل عن الأعذار والرخص التي يرخص للمعتكف ويعذر فيها بالخروج، وهي أحوال خاصة وينبغي أن يكون خروجه على وفق الضوابط الشرعية بالتقيد بالزمان والتقيد بالحاجة وعدم الزيادة على شيء من ذلك. وهذا كله فيه تفصيلات وفرعيات في المسائل تختلف بحسب اختلاف المذاهب، لكن كلهم من حيث الأصل متفقون على أن المعتكف لا ينبغي له ولا يجوز له أن يتساهل في مسألة لزوم المسجد. وعلى هذا فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه المسألة المهمة. مما ينقض الاعتكاف ويبطله ويفسده الخروج عن المسجد. ما ينقض الاعتكاف، طبعا نواقض الاعتكاف سيبينها المصنف، يشير إليها في مقطع الجماع وسنذكرها، لكن منها الخروج من المسجد من دون العذر الشرعي، من دون الرخصة الشرعية. وهذا الخروج يتحقق بجرم الإنسان كاملا، فإذا خرج جرم الإنسان كاملا حكمنا ببطلان اعتكافه إذا لم يكن معذورا بالخروج. لكن لو خرج جزء الإنسان كأن يخرج المعتكف يده فيتناول الشيء أو يخرج رأسه ليسرح أو نحو ذلك، فإن خروج الجزء لا يوجب الحكم بخروج الكل. وهذا الأصل في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الذي تقدمت الإشارة إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إليها رأسه بأبي وأمي صلوات الله وسلم فترجله. وهذا سواء أن عائشة رضي الله عنها كانت تناوله الخمرة فتدخل الجزء وهي حائض ممنوعة من دخول المسجد، فعندنا الدخول والخروج الحكم فيه سواء، أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. وعليه فإنه لا يحكم بفساد الاعتكاف إلا إذا خرج بجرمه كاملا، إذا أخرج الجرم كاملا. أما لو أخرج يده فتناول أو وقف على باب المسجد فأعطاه شخص شيئا فتناوله بيده فأخرج يده، أو سهى فقدم رجله ثم تذكر، أو حتى حصل منه ذلك على أساس أن يدخل حذاءه فأخرج رجله اليمنى ليدخله ثم أخرج اليسرى ليدخله، فهذا كله يذكره العلماء على مسألة أن الجزء لا يأخذ حكم الكل. نعم، إلا لما لا بد منه. في بعض الأحيان تعطي الشريعة الجزء حكم الكل، وبعض الأحيان لا تعطي الجزء حكم الكل. هذا فقط من باب أنه ما يستشكل طالب العلم. مثلا لو قال لها يدك طالق، يدك طالق، فهنا طلق اليد، نقول إن هذا الطلاق يشمل البدن كاملا. وطبعا منهم من يقول يشمله من حيث الأصل، ومنهم من يقول يشمله بالسريان. الذين يقولون يشمله هذا هو الأقوى، أنه يشمله من حيث الأصل، يقول إذا طلق فإن الطلاق لا يتبعض بأجزاء البدن، فإذا أسنده إلى جزء كأنما أسنده إلى كل المرأة. والله تعالى يقول تبت يدا أبي لهب،
فأعطى الجزء حكم الكل. وكذلك قال ذلك بما قدمت يداك، فهذا المراد به بما قدم ببدنه وروحه وجسده كاملا، لكنه أطلق الجزء وأراد الكل، فأخذ الجزء حكم الكل. فهذه لا تشكل على مسألتنا. هنا الشريعة قصدت أن يكون المكلف بكامل جسمه داخل المسجد، فالإخلال بهذا المقصود الشرعي لا يتحقق إلا بخروج هذا الجرم كاملا عن المسجد. نعم. إلا لما لا بد منه، لا يخرج إلا لما لا بد منه، وهذا لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والذي لا بد له منه يكون متعلقا بنفسه أو متعلقا بغيره، هذا الذي لا بد له منه ويخرج من أجله المعتكف، إما أن يتعلق بنفسه فحينئذ لا بد له من ذلك الشيء، وإما أن يتعلق بغيره على سبيل الخوف على عرضه، الخوف على أهله وزوجه وبنته ونحو ذلك وأخته ونحو ذلك. فأما بالنسبة لحاجته في نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجة الإنسان، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجوز للمعتكف أن يخرج لقضاء حاجته من بول أو غائط، وأنه لا حرج عليه في ذلك. هذا محل إجماع، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته لحاجة الإنسان. ثانيا، إذا تعلق بالغير بأن يخاف على عرضه من زوجة أو بنت أو أخت ونحو ذلك، فالسنة ثبتت أيضا بجواز خروجه، ومن ذلك خروجه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه مع صفية بنت حيي زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها، كما في الصحيحين أنها جاءت تزوره وهو معتكف فأرادت أن تخرج، فقال لا تخرجي حتى أخرج معك، فخرج عليه الصلاة والسلام معها يقلبها ومشى معها إلى بيتها. وبيتها كما في رواية البخاري كان بيتها في بيت أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، عند دار أسامة بن زيد، وهذه مسافة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المعتكف محافظا على عرضه وهي صفية زوجه، فدل على أنه إذا وجدت الحاجة للعرض أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بقدر هذه الحاجة، يتقيد بقدرها ولا يزيد عليها. وإذا هكذا إذا خاف على نفسه، ولذلك قالوا إنه إذا خاف على نفسه الضرر، طبعا إذا خاف إما أن يخرج بنفسه أو يخرجه الغير، فيضطر إلى يلجأ ويكره عن الخروج. وقد يكون الإخراج بسبب ضرر في المسجد، خوف احتراق أو هدم أو نحو ذلك، إذا انهدم المسجد فخرج خائفا على نفسه، هذه كلها أعذار تجيز له الخروج، بمعنى أنه لو كان الاعتكاف عليه واجبا وخرج من أجلها لم يأثم، لأنها موجبة للرخصة، والشريعة تتوسع في هذه الحالات، والأمر إذا ضاق اتسع كما هو معلوم من قواعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته وخرج خوفا على غيره، وفرع العلماء على هذا المسألة التي ذكرناها، أنه إذا وجد الخوف، لأن الخوف على الغير طبعا عند العلماء في مسائل الأعذار تكون في بعض الأحيان مضطردة، يعني غالبة، إما أن تكون مستديمة مع الإنسان أو غالبة في أحواله، فهذه لا إشكال أنها موجبة للعذر كالبول والغائط. لكن المرض هذا عارض يأتي أحيانا،
وهكذا في مسألة الخوف على الأهل، الخوف من سقوط المسجد، هذه في بعض الأحيان. العذر النادر هذا فيه تفصيل عند بعض العلماء. بعض العلماء لا يرى العذر النادر موجبا، يراه موجبا للرخصة في وقته لكن يوجب القضاء بعد ذلك، وهذا له نظائر في مسائل الطهارة ومسائل الصلاة، كما لو أنه شد الجبيرة وزاد عن موضعها وتستضر بفكها هل يلزمه القضاء بعد أن يزيلها. كل هذه المسائل في مسألة العذر بالغالب في غالب الأحوال أو نادره. نعم. ولا يعود مريضا. ولا يعود مريضا، هذا العذر منفك عنه. والمريض طبعا إذا كان الوالدان أو أحدهما فإنه يتعين عليه، وهكذا إذا شهد جنازتهما وتعين عليه حضور الجنازة لحق الوالدين، فإنه في هذه الحالة يرخص له في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله أنه متعين عليه شرعا، وبل قال بعض العلماء يجب عليه الخروج لأنه تعين عليه. والواجب العيني قصد الشرع أن يقوم به المكلف بعينه، فبره لوالديه قصد الشرع أن يقوم به بعينه، هذا فرض عين عليه. فإذا مرض والداه وجب عليه أن يقوم على علاج الوالدين ومداواة الوالدين، هذا من الفرض العيني عليه وعلى الولد. وهكذا إذا مرضت الوالدة فعلى أولادها أن يمرضوها، وهكذا إذا توفيا فإنه يشهد جنازتهما ويقوم بحقيهما، وهو أولى الناس بذلك وأحق الناس بالقيام بذلك. هذا بالنسبة من حيث الأصل شهود الجنائز وعيادة المرضى، الأصل أنها لا تكون في الاعتكاف، وفيه أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والأصل أن الاعتكاف يشغل عن هذه الأمور كما أن الصلاة تشغل عن هذه الأمور، لكن كما ذكرنا إذا تعين الشهود أو تعين المداواة فإنه يجب عليه أن يبر والديه، لأن الله فرض عليه ذلك. نعم. ولا يشهد جنازة. الشهود هو الحضور، وتقدم معنا تعريف الجنازة في كتاب الجنائز، والمراد بذلك أنه لا يشهد الجنائز، وهذا القول أرجح الأقوال، أن المعتكف لا يشتغل بشهود الجنائز ولا بعيادة المرضى. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمر على المريض ولا تعرج عليه، تسأل عنه ولا تعرج عليه، فهذا هو المسنون وهو الذي جرى عليه العمل، وهو قول جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله. فيشتغل في الاعتكاف بما يلزمه، فإذا تعين عليه أن يشهد الجنازة أو تعين عليه أن يعود المريض فهذا بحكم الشرع، كما لو تعين عليه الخروج لصلاة الجمعة فإنه يجب عليه أن يخرج، لأنه إما أن تكون الحاجة دينية أو حاجة دنيوية، فهذه حينئذ يلزمه أن يشهد الجمعة. ثم إذا قلنا إنه يشهد الجمعة، هل يخرج عند أذان الجمعة عند وقت الجمعة وقت الصلاة يكون خروجه مقيدا بوقتها، أم أنه يتوسع فيه؟ وجهان للعلماء، أقواهما وأقيسهما أنه يتقيد بقدر الحاجة. أن الذين توسعوا قالوا هذا مسجد وهذا مسجد، ولهم وجه وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله، ولكن المشكلة أنهم أطلقوه فيرد الإشكال في مسائل التعيين في المساجد المفضلة. نعم. إلا أن يشترطه. إلا أن يشترطه، هذه مسألة الاشتراط في الاعتكاف وفيها تفصيل ومسائل إن شاء الله سنتمها في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وبإذن الله سيكون هذا الدرس آخر الدروس نظرا لقرب اجتماعات الهيئة، وبإذن الله عز وجل نستأنفها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.